جدا. يعني الكره من الجانب امجد كلف لعبها احمد، ارتدت الكره ووجود يونس محمود بالمكان المناسب. السبب الرئيسي هو الضغط على الخصم بالملعب، بملعب الخصم، هو هذا الضغط سوانا هاي الحاله. يعني احنا احمد كلف ما شفنا الا بحالتين، حاله الاولى لعب كروسنج، الحاله الثانيه هاي لما سوى ضغط هو ومهدي بالاضافه الى اللاعبين، حتى اللاعب يونس سوى الضغط بنفس الوقت. ايضا عدد المهاجمين الموجودين في منطقه الجزاء بلحظه لعب الكره العرضيه، لانه كان ضغط نعم. عالي، يعني ضغط في ملعب الخصم، بالضبط. وبالتالي الزياده العدديه موجوده عندنا. هذه الزياده العدديه اعطتنا فرصه انه نكون اكثر من لاعب موجود في منطقه الجزاء، وبالتالي لما سدد مهند احمد ياسين رجعت موجود من هو يونس. هذا الهدف، هذه اللقطه صح. شوف هنا الضغط، شوف الضغط صار هنا هو الضغط بدا من الناس بدا. شوف مره اخرى يظهر مهند باللقطه، يعني مهند هو من يكون المحطه المهمه بالضبط. تصويبه رجعت، وكو واحد لاعب اخر وراهم، وكو لاعب اخر جاي من اليسار، يعني 6 لاعبين موجودين في منطقه الجزاء. وها هي النقطه المهمه جدا في الفريق، يعني الضغط والهجوم المرتد. لكن يبقى اقول عندنا مشكله كبيره جدا، يجب ان يكون بالدفاع خصوصا على الاجنحه، يجب ان يكون احمد كلف هناك موجود في هذه المنطقه يدافع دفاع جيد. ايضا مثل ما تكلم كابتن وهاب، يعني ليس مجرد شخوص، يعني لا